السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ إيه الأخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. أحب أوجه رسالة بس لكل الشعب المصري والإخوة الأقباط. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والشعب المصري كله بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالخير والمن والبركات. طبعا كونك اللي انت تسمع اللايف دوت فانت فعلا انسان طموح، وانسان عندك اهداف وعندك رغبة وعندك استعداد انت تتغير الاحسن طبعا. فده طبعا ده حاجة تشرفني اللي انت تسمع اللايف دوت لغاية الاخر. الحاجة التانية طبعا هنا اللي فيه ان شاء الله في مفاجأة جامدة جدا 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 اخر لايف هقول لكم عليها طبعا. لأي حد فعلا يعني حابب اللي هو طبعا يغير من نفسه ويغير من حياته. كلنا محتاجين احنا نتغير، كلنا محتاجين احنا نحسن من داخلنا، كلنا محتاجين يبقى عندنا هنا مصدر دخل تاني وتالت ورابع، بس مش لاقيين الطريق او الوسيلة اللي هي توصلنا للكلام دوت. فانا هنا طبعا جاي اعرض عليك الوسيلة اللي هي فعلا زي ما كانت فرصة بالنسبة لي اللي هي غيرت حياتي، غيرت تفكيري، غيرت المايند سيت بتاعتي للأحسن. انا برضك نفس القصة هخليك تاخد الفرصة ديت بأسهل طرق. بس اهم حاجه يكون عندك انت استعداد للتغيير، عندك انت استعداد ان انت فعلا تتحسن الافضل، عندك استعداد ان انت قابل ان انت هنا تضحي بمجهودك، تضحي بوقتك، تضحي بالتزاماتك. لان النجاح يا جماعه مش سهل، النجاح دايما عمره ما كان سهل. اي حد اي حد تفكره اللي هو مثلا طلع كده وخلاص، طلع على السوشيال ميديا وعمل ارقام كبيره وعمل نجاحات كبيره، ده مش من فراغ، لا. اللي عمل الارقام دي وعمل النجاحات دي ضحى بكل حاجه في سبيل اللي هو يوصل للهدف بتاعه. طالما هو حاطط الهدف بتاعه قدام عينيه هيوصل له. بس اهم حاجه يبقى انت عندك السبيل اللي هو واصلك للكلام دوت. طيب، انا كان بالنسبه لي معاكم احمد هاشم حامد من القاهره. سن 40 سنه طبعا. شغال موظف، شغال شغل تقليدي عادي. تمام. بس انا فكرت في يوم من الايام ان انا هنا حبيت ازود دخلي. اشتغلت مجالات تانية كتير جنب الوظيفه. لقيت نفسي في الاخر برضك ما وصلتش الحاجه اللي انا عايز اوصل لها. اشتغلت طبعا عند الناس كتير. اشتغلت مع شغل تاني جنب الوظيفه ديت، من الساعه كنت بطلع من الساعه 7 الصبح، ارجع للساعه 12 بالليل او واحدة بالليل. فطبعا هنا في مقابل ايه؟ مقابل 5000 جنيه. طب الموضوع برضك مش هينتهي على كده، ليه؟ لان كل يوم في تطور، كل يوم في اسعار عماله تزيد، كل يوم في الدنيا بتتغير حوالينا. فانت لغايه دلوقتي مش قادر تواكب برضك معدل التضخم في الاسعار دوت، مش قادر تواكب التغير اللي بيحصل حواليك. فهتفضل زي ما انت كده ثابت مش هتتحرك، يبقى انت عمرك ما هتوصل لاهدافك اللي انت عاوز توصل لها اساسا. تمام. جه عليا وقت من الاوقات طبعا هنا. جيت اعمل مشروع مع نفسي، لقيت المشروع بالنسبه لي هتكلفني مبلغ كبير قوي. لقيت الموضوع كله بردك متلخص فيه هنا اللي انا هكلف راس مال كبير جدا. هبقى محتاج عندي كمان خبره في المجال اللي انا هشتغل فيه دوت. هيبقى المفروض هنا يبقى انا عندي وقت فراغ كبير اللي انا اقعد الوقت الفراغ دوت عشان ابتدي اعمل المشروع دوت. طيب، الحاجة التالتة برضك هنا اللي هحتاج يكون ما برضك معايا ناس تشتغل معايا. انا اشتغل استحالة اشتغل مثلا في المشروع دوت هبتدي فيه من الساعة 4 العصر او من الساعة 5 العصر. لا، انا هنا بقى محتاج ان أنا المشروع بتاعي عشان ابتدي اوقفه على رجليه محتاج يكون معايا ناس. فازاي بقى ان هنا انا ابتدي برضك اشتغل ويكون معايا طبعا شريك او يكون معايا مثلا ناس تشتغل معايا، فلاقي الموضوع نفسه هنا يكلفني مبلغ اكبر من راس المال نفسه. كمان برضك هنا في عندي بضاعة، محتاج ان انا عندي بضاعة كل مرة هقعد اجيبها، كل شهر هقعد اجيبها. ليه؟ لان فرضا مثلا انا هاجي افتح مثلا سيان مثلا محل ملابس. محل ملابس دوت، ما هو محتاج برضك عندي هنا محتاج مخزن احط فيه البضاعة ديت، محتاج محل يكون موجود في مساحة يعني مكان كويس. المكان دوت يكون الناس رايحة جاية عليه، رجل جاية رايحة عليه. فبص برضك الاقي المكان او الايجارات نفسها بتبقى غالية. تمام. فالبضاعة نفسها اللي هحطها جوه المحل دوت كل شهر هقعد اضيف بضاعه، هقعد اضيف بضاعه اللي هبيعه هقعد اضيفه. فانا هبص الاقي ان المكسب اللي انا هاخده من هنا هستهلكه فين؟ في حاجات تانية اللي انا هجيب يا اما بضاعه، يا اما هنا ادفع مرتبات، يا اما مثلا ادفع ايجارات، يا اما ادفع مثلا مخازن كهرباء ميه غاز، كل الحاجات دي كلها. فالموضوع هنا بقى متوقف عليك انت شخصيا، اللي انت لو وقفت المشروع المشروع وقف. فانت هنا شغال بقوتك وشغال بطولك. وفي نفس الوقت برضك هنا انت هتفضل شغال في كام ساعة؟ هتفضل شغال في 16 18 ساعة عشان تبتدي برضك تقف على رجليك وتبتدي بس تقول يا هادي. لا، لقيت الموضوع بالنسبة لي مكلف جدا جدا جدا. فاتجهت طبعا هنا انت قدامك حل من الاثنين، يا اما هنا تبتدي مع الاونلاين برضك لوحدك، يا اما تشتغل مع شركات تكون كبيرة وشركات تكون بقالها خبرة كتير في السوق.
فلقيت بردك الموضوع عشان اعمله لوحدي، لا انا هنا هحتاج مثلا لما اجي اشتغل بقى احول المحل بتاعي دوت على الاونلاين. لا انا هنا هبتدي بقى ايه اتعامل باسلوب تاني. ليه؟ الاونلاين هنا هيديني اسراع في الانتشار وقله في التكلفه وسهوله في الجهد. طيب الحاجه التانيه هنا بردك هشتغل فيه لوحدي هيكلفني فوق 300 الف جنيه. ليه؟ لان دلوقتي عشان اعمل ويب سايت او موقع الكتروني لوحدي هيكلفني بس فوق ال 200 الف جنيه. طيب المتجر ده محتاج بردك اللي هو يكون مؤمن، يبقى محتاج هنا يكون عندي خبير يعمل لي المتجر ده، ما يجيش اي هاكر يخترقه، او ما يجيش مثلا اي حد من الناس اللي هي ايه طبعا الهاكر دول يجي يخترق الموقع دوت. لا انا هنا لان يبقى في حسابات ناس، هيبقى في منتجات، هيبقى جواه كمان شركة شحن، هيبقى جواه خدمة عملاء. فعشان اربطه بالكلام ده كله هنا هتبقى العملية صعبة بالنسبة لي. ليه؟ لان انا هدفع ده انا بس انا عشان محتاج بس اعمل موقع ومحتاج احط فيه بضاعة هيكلفني 300 الف جنيه. طب انا بقى هنا محتاج كمان احط شركه شحن ومحتاج خدمه عملاء، هبص الاقي الموضوع برضك مكلفني تاني. هو هيكلفني مره واحده بس هنا الاستثماري فيه يبقى مره واحده، بس في نفس الوقت هيبقى برضك شغلي فيه صعب لوحدي. ليه؟ لان انا هيبقى محتاج ناس كتير، ومحتاج ان انا اشتغل برضك ساعات كتير قوي جدا. برضك هنا محتاج اللي انا هقعد اصرف برضك مرتبات ناس كل شهر. فلقيت الموضوع بالنسبه لي بقى صعب. فاتجاه طبعا هنا الاونلاين مش لوحدي بقى، مع الشركات دي موجوده في السوق خبره اكتر من 10 سنين. الشركات ديت قايمه بمجهود او بخبره ناس. الناس ديت سبقتنا بمراحل، الناس دي بتعمل ملايين، الناس دي عدت يعني زي ما بقول كده عدت الفرنكات. طب احنا بنتكلم بقى على الشركات دي ليه؟ لان انا هنا فعلا دلوقتي الاونلاين بقى كل حاجه. دلوقتي هنا لو تسمعوا عن حاجه اسمها شات جي بي تي، شات جي بي تي، ده روبورت بيتكلم. الروبورت دوت هنا النظام بتاعه او الاصدار بتاعه اللي هو 3.5 بقى فيه اصدار احدث منه 4. الاصدار دوت دلوقتي بقى يعتبر كده بالظبط بيستقبل 100 تريليون معلومه. تخيلوا انتوا الرقم ده، 100 تريليون معلومه من 175 مليار معلومه. الموضوع مختلف، الموضوع صعب. الموضوع دوت يعني هز فعلا وظائف ناس كتير قوي على في خطر اللي هي اساسا مش هتلاقي الوظائف بتاعتها. يعني الموضوع ده فعلا دلوقتي انت في عصر التكنولوجيا. العصر دوت كان زمان كنا بنسمع التكنولوجيا دي بتتطور بس واحده واحده، دلوقتي بقى التكنولوجيا بتتطور اسرع من البني ادم نفسه. فتخيلوا انتوا بقى دلوقتي انت في وظائف مهدده بالانقراض، في شركات مهدده اللي هي تقفل لان نتيجه الروبوتات اللي هي ديت التطور بتاعها. فخلاص انت دلوقتي لو انت ما عندكش اي بيزنس اونلاين فانت اساسا ما عندكش بيزنس دلوقتي. فعشان كده احنا بنتكلم عن قوة التجارة الإلكترونية. دلوقتي انت هنا بتتكلم عن صناعة البيع المباشر عن طريق التجارة الإلكترونية. فانت بتتكلم في كيان قوي جدا جدا جدا. الكيان ده ثبت وجوده وخلاص، هو كده كده اساسا يعني هو في الكيرف بتاع الاونلاين في العالي مش في النازل. طيب بنتكلم دلوقتي عن الشركات دي ليه؟ لان الشركات ديت هنا في عصر الكورونا وعصر ارتفاع الدولار والاسعار الكيرف دايما بتاعها بيعلى ما بينزلش. فلذلك التطور بتاع التكنولوجيا التطور اونلاين بقى خلاص بقى الانسان اساسا مش قادر يمسكه. ليه؟ لان انت كل يوم في تطور، كل يوم في تطور، مش كل يوم بل كل ثانيه في تطور. فتخيل انت دلوقتي بقى هنا لو انت فعلا ما عندكش اي بيزنس اونلاين فانت اساسا ما عندكش بيزنس. طيب لما نيجي نشوف بقى طبعا بالارقام والاحصائيات هنبص نلاقي هنا في اكتر من 70 الف شركه شغاله في مجال التجاره الالكترونيه والبيع المباشر. في اكتر من 107 مليون شخص حول العالم شغالين في البيع المباشر. تخيل انت دلوقتي في عملات بتقبض يوميا 200 مليون دولار. انت فين بقى من الناس ديت؟ انت فين من العملات اللي بتقبض كل يوم ديت؟ تمام، ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى، ده اللي احنا بنتكلم على قوه التجاره الالكترونيه دي. طيب احنا بنتكلم طبعا على المجال دوت قوي جدا جدا جدا. اصحاب المتاجر الالكترونيه نفسهم هم اغنى اغنياء العالم. فانت بتتكلم بقى في المجال دوت ثبت وجوده. انت هنا بتنافس الشركات ديت. فانا هنا بقدم لك بقى الفرصه ديت اللي انا كنت بتكلم عليها. كان في ناس كتير قوي بتسالني بتقول لي ايه المجال اللي انتوا شغالين فيه دوت، وايه مجموعه الشركات كان اللي انتوا شغالين فيها ديت، وازاي الشركه ديت قامت من مجرد 4 شهور بس قامت بانطلاقه عملاقه جدا 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 وقبلها برنت في السوق. وفي ناس اكتر من خبره مثلا اكتر من 10 سنين شغاله في المجال دوت، وازاي قدرت تقوم الشركه في اقل وقت باستثمار كمان اعلى ما يمكن. الشركه راس مالها دلوقتي بدأت برأس مال مليون جنيه، ودلوقتي رأس المال ده بيتضاعف 500%. عارفين يعني رأس المال بيتضاعف 500% في الوقت اللي احنا فيه؟ يعني الشركة داخلة بكل قوتها، داخلة بكل كيانها.
فتخيل انت بقى شركه قايمه في وقت قليل وناجحه بسم الله ما شاء الله، وفي ناس كتير قوي، في قسم نجاحات كتير قوي من الناس ديت. يعني عملت مؤتمرين في وقت قياسي قليل، والمؤتمر التالت طبعا ده هيبقى مؤتمر خرافه، لان ده بدايه فعلا انطلاقه الشركه. المؤتمر ده بقى فيه فيه المفاجاه اللي انا هقول لكم عليها اخر لايف ان شاء الله. مبدئيا بس كده عشان نكون متفقين، اي حد يبتدي بقى يتفور يعني يسمع اللايف من الاول، فابتدي يمسك معاك ورقه وقلم ان انت تسمع شويه معلومات مهمه جدا. المعلومات ديت زي ما هي او يعني زي ما هي مثلا طورتني، وزي ما هي فعلا خلتني انضم للكيان هي كمان كفيله اللي هي تغير حياتك 180 درجه بل 360 درجه كمان. فانت من بدايه الوقت امسك معاك ورقه وقلم، لان هتسمع شويه معلومات مهمه جدا جدا جدا. وانا بدعو اي حد اللي هيسمع اللايف يسمعه مره واثنين وثلاثه، لان انت كده كده اساسا هترجع تسالني على اسئله تانية. فاللايف مقدمه بس لفكره الشركه او الكيان اللي احنا شغالين فيه. تمام. فهنيجي نتكلم بردك هنا. مبدئيا ايه هي شركة كيان او هي مجموعة شركات كيان دي شركات قامت من خبرة مجموعة شركات معينة مع بعض، اتحدوا مع بعض عملوا مجموعة شركات كيان. ليه؟ لان كده كده اساسا انا قلت في البداية عشان لا حتة بقى ان انا اعمل مشروع تقليدي لوحدي تبقى العملية صعبة ومكلفة جدا جدا جدا. انا بختصر الوقت عشان برضك احنا في يعني ساعة فطار وكده، فانا مش عايز اطول برضك في اللايف فلما اجي اعمل مشروع تقليدي لوحدي هيكلفني فوق 350 الف جنيه. طب لما اجي اعمل مشروع اونلاين، فهنا بقى هيبقى في عقبه بالنسبه لي، لان انا هنا مش هكون مسؤول عن المنتج. فانا هبتدي احط بضاعه على المتجر الالكتروني، والبضاعه ديت هتخلص كل شويه اجيب بضاعه كل شويه اجيب بضاعه. فانا هنا هكلف نفسي مبلغ كبير قوي. طيب المبلغ هنا لما اجي اكلفه ابص الاقي هنا انا مكلف اكتر من 45 50% من تكلفه المنتج نفسه. فانا هنا بقى دلوقتي لما اجيب حد يجي يشتغل معايا او حد يجي يسوق لي المنتج هتبقى العمليه صعبه. هياخد عمولات ازاي؟ هياخد عمولات طبعا قليله جدا. تمام. فالشركه هنا عملت عصفورين بحجر او ضربت عصفورين بحجر، ربطت التجاره الالكترونيه بالبيع المباشر. يعني ايه الكلام يعني هنا الشركه انت بتسوق المنتجات اللي هي اساسا بتاعت الشركه نفسها من خلال متجر الكتروني، المتجر بتسوق من خلال اونلاين. فانت هنا بقى بتسوق، بتاخد المنتجات من الموقع مباشره بتدي لمين؟ للعميل. فهنا حاجه اسمها البيع المباشر، انا باخد المنتجات نفسها بتاعت الشركه اللي هي اساسا مصنعاها من المتجر بتاعها لمين؟ للعميل. فبالتالي انا بسوق، بعمل حاجه اسمها سرعه في الانتشار والا في التكلفه وسرعه في الجهد. ده من خلال المتجر الالكتروني بتاع الشركه. طب لو انا فكرت اعمل لوحدي، لا انا هدفع فيه الوفات. تمام. فالشركه هنا بتوفر لي طبعا منتج وبتوفر لي خدمه مشروع دايم مدى الحياه. طيب مجموعه شركات كيان دي عباره عن شركات قامت بفكره عبقريه جدا جدا جدا، اللي هي بدل ما انا هنا اشتغل لوحدي، لا انا هشتغل مع مجموعه شركات، هاخد اسهم من الشركات دي. الشركات دي كمان بتساعدني في المجال بتاعي. يعني ايه الكلام اولا مجموعه شركات كيان ده صاحبها ده الكوتش او الام دي علي همام. ده شاب عنده حاجه و30 سنه. ده شاب في الثلاثينات. ده بسم الله ما شاء الله، ده خبره اكتر من 10 سنين في مجال الماركتنج عموما والبيع المباشر. الراجل ده او الشاب قدر اللي هو فعلا يقوم بكيان لوحده، طبعا برأس مال يتخطى ال1,000,000 جنيه. في 4 شهور عمل عمل براند ليه من خلال مجموعة شركات. فمجموعة الشركات مبدئيا بداية كده أول حاجة كيان أكاديمي. طبعا دي الشركة المسؤولة عن الكورسات اللي هي بتديها لك من الصفر على أعلى، بتوصلك لأعلى درجات خبرة تسويقية. طبعا هنا دي بتديها لك دكاترة مسؤولية كاملة اللي هي بتوصلك لأعلى درجة خبرة تسويقية. الدكاترة دول معتمدين دوليا. الدكاترة دول طبعا واخدين شهادة من أكتر من 20 دولة. ده أول شركة فيهم. الشركة التانية كيان قطن. دي شركة هنا مسؤولة عن الملابس الكلاسيك والملابس الكاجوال، وإن شاء الله يخش البراند الكلاسيك قريب في الموقع. الملابس القطن او الملابس اللي هي الكاجوال القطن دي اعلى خامه موجوده في السوق دلوقتي حاليا. اعلى خامه ميلتون موجوده في السوق. فتخيل انت بقى هنا انت بتاخد المنتجات باسعار قريبه موجوده في السوق، يعني لا اسعار عاليه قوي ولا اسعار قريبه قوي. فانت هنا بتتكلم بقى عن براند قوي جدا جدا، ثبت مكانه في 4 شهور. طبعا هنا
المنتجات ديت طبعا هنا منتجات منها كاطفالي، منتجات منها رجالي، منتجات منها حريمي. فكان في ناس برضك بتسالني كتير بتقول لي هو انتوا ليه ما عندكوش منتجات اطفال؟ لا، إن احنا في شركه كيان ديت في منتجات اطفال، وكمان في منتجات كلاسيك هتنزل قريب. ده غير بقى التنوع اساسا اللي هيبقى موجود في المتجر الالكتروني. فتخيل انت بقى انت شغال بتسوق لبراندات كتير، بتسوق لحاجات انت ذات نفسك هتستفاد منها اكتر من اي حد. تمام. نيجي بقى نشوف البراند او الشركه الثالثه طبعا. دي احنا قلنا مجموعه شركات. اول مجموعه اللي هي كيان اكاديمي، تاني مجموعه كيان كوتون، تالت مجموعه كيان هيلب يو. طبعا دي هنا شركه متخصصه في الجمعيات الخيريه زي مثلا مستشفى 57. دي خاصه بالحاجات ديت. طبعا هنا في كيان طبعا هاوس ميديا هاوس. دي اساسا دي شركه مسؤوله عن التسويق لمجموعه شركات كيان نفسها عموما. يعني دي شركه بتخدم لمجموعه شركات كيان. طب الشركه دي اساسا هل هي مقتصره على الوظيفه دي بس؟ لا، ده هي اساسا بتعمل شغل الغير. يعني ايه؟ ممكن تعمل صفحات للغير، ممكن تعمل متاجر، تنشئ متاجر الكترونيه للغير، ممكن تعمل تسويق للغير. فاي حد عنده مشروع، اي حد عنده بيج، اي حد عنده مثلا متاجر، لا الشركه ممكن تعمل لك الحاجات دي كلها اونلاين للغير. فلذلك الشركه هنا مش مقتصره اللي هي بتسوق لمجموعه شركات كام بس، لا ده بتسوق كمان للغير. فدي حاجه قويه جدا جدا، بتزود من الراس مال بتاع الشركه نفسه. لان هنا الفكره دي فكره فعلا، فكره عبقريه. الشركات كلها لما تنضم بتعمل قوه، بتعمل كيان نفسه محترم جدا جدا جدا. وقدرت في وقت قليل اللي هي فعلا تعمل اسم وتعمل سمعه. تمام. طبعا هنا الشركه ديت مسؤول طبعا عنها هنا واحد طبعا هنا معتمد من شركه جوجل. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني اساسا هو اساسا ليه صلاحيه كمان اللي هو يبقى ليه مكالمه، ليه مكالمه كل اسبوع من شركه فيسبوك. الحاجه التانيه كمان بيعمل العلامات، بيعمل العلامه الزرقاء ديت بدون اي شروط. تخيل انت بقى لما انت تكون شركه ميديا هاوس ديت يكون ماسكها واحد اساسا بارتنر، يعني واحد اساسا مصدر ثقه بينه وبين شركه فيسبوك. تخيل انت بقى لما يكون هنا وصل الدرجه دي، وصل الكفاءه ديت. فانت هنا بتتكلم بقى في كيان قوي جدا. الكيان اللي هو ايه، ما ينفعش اي حد يخترق الموقع دوت. انت هنا بتتكلم عن حاجه، شخص اساسا يعني ليه علاقه مباشره بينه وبين الفيسبوك. تخيل انت لما يكون هو ليه مكالمه كل اسبوع، الشخص ده بينه وبين الفيسبوك. فالموضوع هنا صعب، يعني اي حد يوصل للدرجه دي. تمام. طبعا هنا في كيان ميديكال طبعا. دي خاصه طبعا هنا بالنيوتريشن اللي هي التغذيه، وخاصه كمان بالكروت الطبيه. تخيل انت بقى لما الشركه هنا بتقدم لك كارت طبي انت بتستفيد منه خصومات تصل ل 70% على جميع مستوى انحاء الجمهوريه كلها، من بقى عيادات، من معامل، من مستشفيات. فالشركه كمان مش كمان بتديك منتجات، لا ده كمان بتديك كارت طبي بتستخدمه ليك لمده سنه، بتستفاد بيه بقى من اي مكان موجود في الدوله. فتخيل انت بقى الموقع، يعني الموضوع كبير شويه. الحاجه التانيه طبعا هنا انت هنا بتستفاد بقى بالنيوتريشن. النيوتريشن ديت هنا مكملات غذائيه. انت هنا الشركه هنا اساسا متعاقده مع شركه كبيره جدا في مكملات غذائيه، واخده منها اسهم. يعني هي مش مجرد بس اللي هي بتاخد بس منتجات منها، لا ده هي كمان واخده اسهم من الشركه ديت. فانت هنا عملت ايه، دمج ما بين الشركتين طبعا، اللي هي كيان ميديكال. من ضمن مثلا المنتجات ديت مثلا هنقول مثلا ايه منتج واحد اللي هو آه تريستيفيا دوت طبعا هنا ده منتج ده طبعا هنا ده بديل للسكر. المنتج دوت ما بيتركش اي اثار جانبيه او مزايا مراره مثلا في نهايه الايه المضغ بتاعه. فتخيل انت بقى هنا المنتج ده اصلا مش زي المنتجات الموجوده في السوق. المنتجات الموجوده في السوق ده لما حد بيجي يتناولها طبعا هنا بتعمل مراره من نتيجه السكر الموجود فيه. تخيل انت بقى هنا المنتجات دي منتجات عضويه، واخده تصريح من هيئه الصحه العالميه طبعا، ومن هيئه سلامه الغذاء. لان كده كده المنتجات بتاعتها ايه، طبيعيه، مش منتجات ميديا، مش منتجات كيميائيه. فتخيل انت بقى لما تكون هنا شركه قويه بالمجال دوت متعاقده مع شركه كيان عملت كيان ميديكال. فالموضوع طبعا صعب جدا جدا. اي حد عشان يقوم بمجموعه الشركات دي كلها لوحده بس هيكلفك. يعني انت كبدايه كده الشركه بادئه بمليون جنيه وراس مالها هتعمل يتضاعف ب 500%. فتخيل انت بقى لما انت تبدا لوحدك بالكيان دوت تبقى الموضوع صعب جدا. تمام. فطبعا هنا مجموعه الشركات دي كلها الاستفاده الاكبر منها طبعا اللي هي في كمان كريد اورجانيزيشن. دي طبعا هنا بقى الشركه المسؤوله، الام المسؤوله اساسا اللي هي تعلمك من بدايه دخولك لغايه لما توصلك اعظم خبره تسويقيه. طبعا في مميزات كتير قوي في كريد اورجانيزيشن. ليه بقى؟
لان هنا الشركه دي مش مسؤوله اللي هي تدخلك بس وخلاص وتنضم للكيان دوت، لا انت هنا بتتعلم يعني ايه تيم وورك، بتتعلم فعلا يعني ايه تيم وورك. ليه كلمه تيم وورك ده؟ هنا انت هنا مش هتشتغل ومش هتنجح غير لما فريقك كمان ينجح معاك. فتخيل انت بقى لما الشركه هنا بتاخدك من مرحله الصفر، بتقول لك قبل ما تيجي تخش معاها انت هنا مش هتنجح لوحدك، عايز تنجح لوحدك يبقى انت مش تنفع معانا في المجال دوت. طب تنجح ازاي يا عم؟ لا انا هنجح هنا عن طريق اللي انا هنجح فريق كمان معايا. فدي خطوه مهمه جدا جدا جدا. انت هنا بتطبق فعلا حرفيا مبدأ تيم وورك. اللي انت هنا اي حد هيخش معاك البيزنس دوت، مش مجرد اللي هو يخش بس معاك وخلاص ويبتدي يشتغل، لا ده كمان هو هبتدي كمان ينجح معايا في البيزنس عشان انجح كمان. فهو لما يعمل 100000 جنيه انا اعمل وراه 200000 جنيه. بس كده لا، ده الموضوع مش مقتصر عليه كمان، لا ده الموضوع مقتصر كمان على اي حد كمان، اي شخص كمان هينضم لي هو كمان. فانا عشان ابتدي ابكر في البيزنس دوت، لازم أن الشخص اللي هو منضم لينا اللي هو التالت فرد مثلا ده ينجح كمان معايا. ليه؟ لان مش ينفع اتخطى درجه غير لما التالت والرابع والخامس يتخطى درجه معايا. فهنا قوه الوين وين سيتويشن دي متطبقه حرفيا في الكيان دوت، غير اي مجال تاني او غير اي شركه تانيه. فهنا طبعا انت بتعلمك فعلا ازاي تبقى مسؤول، بتعلمك ازاي تبقى مسؤول عن تيم وورك، بتعلمك ازاي كمان ازاي انت هنا ما تبقاش باصص ليك رؤيه اللي انت تنجح بس لوحدك، لا انت تنجح كمان وفريقك هينجح معاك. فدي قوه موجوده فعلا في الشركه. دي فعلا حاجه عجبتني قوي جدا. الكوتش بتاعي مش هينجح غير لما انا انجح معاه، فانا هنا مربوط بيه، يعني انا كده معاك. تمام. ف فطبعا هنا في حاجات كتير قوي جدا موجوده في مميزات الشركه دي. طيب انا هنا بقى ايه الفكره بتاعت الشركه عموما بقى هنا؟ الفكره طبعا احنا عرفنا طبعا المجموعه الشركات بتاعت كيان. نيجي نتكلم بقى عن الشركه كده سريعا، ايه الملخص بتاعها. الشركه هنا بقى لما كانت بتقول لك انت بتقعد على السوشيال ميديا كتير، بتقول لك طبعا هنا انت بيبقى عندك وقت فراغ كتير قوي جدا، بيبقى عندك هنا انت كده كده بتشتري منتجات في الوقت الطبيعي العادي من غير ما بتستفاد منه فلوس. الحاجه الرابعه طبعا هنا انت بتعمل دعايه شفهيه مش من غير ما تكون واخد بالك. فالشركه بقى هنا حولت لي كل الامكانيات دي كلها، بقت تحولها لي فلوس. ليه؟ لان هنا الشركه بتقول لي انت بتعمل دعايه شفهيه من غير ما تاخد فلوس، لا انا خليك تعمل الدعايه الشفهيه ديت بمقابل انت تاخد هنا ارباح وتاخد عمولات، ومش ليك انت كمان، لا ليك انت ولفريقك. فدي حاجه قويه جدا جدا اللي هي قضت على الدعايه الشفهيه اللي انا كنت بعملها مجانا من غير ما اكون واخد بالي. ليه؟ انا مثلا اشتريت البليزر ده مثلا من المكان دوت، وصفته لواحد مثلا صاحبي، قال لي البليزر ده عجبني فانا اروح اشتري منه. فانا وصفت له المكان اللي هو انا جبت منه البليزر. فانا هنا ولا انا استفدت ولا هو استفاد فلوس، صح؟ مين اللي استفاد؟ المكان. لا، فهنا الشركه بتحولك بتقول لك انت خليك تعمل الدعايه ديت بفلوس. تمام. الحاجه التانيه هنا وقت الفراغ بتاعك. طبعا احنا عندنا وقت فراغ كتير قوي بالعبيط موجود عندنا. احنا هنا طبعا وقت الفراغ ده احنا بنحوله لفلوس ازاي؟ انا هنا بشتغل في اليوم 4 ساعات، انا مش مطالب مني غير ان انا بشتغل 4 ساعات في اليوم. 4 ساعات دول بشتغل فيهم بضمير وبشتغل فيهم بمرضي الله، هعمل ارباح وهعمل نتائج كويسه جدا 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 عن طريق السيستم اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. تمام. فهنا الشركه كمان مش بتخليني انا افضل يعني قاعد طول النهار على السوشيال ميديا، انا ليا وقت معين بشتغل فيه. تمام. طيب الوقت دوت بشتغل فيه من بيت، زي ما انا مثلا بطلع لايف ده مثلا من البيت دلوقتي، يا اما مثلا اشتغل من كافيه، يا اما اشتغل من اي مكان انا عايزه وفي اي وقت انا بحدده. فانا هنا انا مدير نفسي، انا هنا محدش رقيب عليا، انا هنا اللي بتحكم في الوقت اللي انا بقعد فيه. فالموضوع ده طبعا عاجبني جدا، لان انا كده هنا ساعتها لما جيت اشتغله جنب الوظيفه طبعا ده مريحني جدا جدا، بشتغل من اي وقت ومن اي مكان. فانا هنا بتحكم في كل حاجه. تمام. الحاجه الثالثه هنا اول حاجه احنا قلنا اللي هو الدعايه الشفهيه، الحاجه الثانيه وقت الفراغ، الحاجه الثالثه هنا اللي انا هنا بشتغل طبعا هنا بشتغل في اي وقت وفي اي مكان. الحاجه الثالثه هنا اللي انا هنا بحول الوقت ده لفلوس. انا هنا كده كده بقعد على السوشيال ميديا كتير، لا فانا هحول الوقت دوت لفلوس اللي انا هعمل عن طريق الدعايه اللي انا بعملها للشركه. اللي انا هنا مثلا بنزل شويه بوستات، بطلع مثلا لايف زي كده بتكلم فيه عن الشركه وعن المميزات بتاعتها. كل الكلام ده انا بحوله لفلوس. فالشركه هنا الوسيله اللي بتخليني اوصل الهدف بتاعي. انا بيبقى عندي اهداف، عندي حاجات عايز اوصل لها، بس انا هوصل لها ازاي وانا واقف على ارض الواقع؟ صعب، الموضوع صعب بالنسبه لي. طب هشتغل اونلاين لوحدي برضك الموضوع اصعب شويه. ليه؟ هتعب كتير. ليه؟ عشان ابتدي اعمل بس 20000 جنيه في الشهر. طب لما اجي اعمل دراسه جدوى، ال 20000 جنيه دي هتيجي من راس مال قد ايه للشركه؟ طبعا هيكون راس مال هنا متخطى الايه 500000 جنيه و600000 جنيه، صح؟ وكمان هنا ايه، عشان اثبت وجودي هيعدي عليا 4 5 سنين.
لا، فالشركه هنا وفرت لي الوسيله ديت. هنا بتقول لي تعالى انت هتشتغل معايا، انا هديك الموقع الالكتروني مجانا، هديك كمان منتجات جوه الموقع مجانا، كمان هوفر لك شركه شحن جوه الموقع، كمان هوفر لك خدمه عملاء ترد على الايه، ترد على العملاء الموجودين عندك على الموقع. كمان هنا هربط لك الايه الموقع بتاعك ببنك الكتروني. يعني معنى كده ان الشركه بتوفر لي كل متطلبات اي مشروع، بتوفرها لي من خلال التليفون بتاعي اللي انا بشتغل فيه من اي وقت من اي مكان. يعني معنى كده ان انا هنا همتلك متجر الكتروني مجانا، همتلك شركه شحن مجانا، همتلك خدمه عملاء مجانا، همتلك المنتجات جوه الموقع مجانا، همتلك كمان البنك الالكتروني جوه الموقع مجانا. فتخيل انت بقى هنا الشركه بتوفر لي كل الامكانيات دي كلها مقابل ان انا باخد التوكيل بتاعها. طيب فهنا طبعا الشركه بتوفر لي كل متطلبات اي مشروع من خلال تليفوني، من خلال انا بتحكم فيها في منظومه متكامله 24 ساعه من تليفوني. تمام، فدي حاجه قويه جدا جدا جدا، انا ما لقيتهاش في اي شركه تانية غير شركه كيان، غير مجموعه شركات كيان. ليه؟ لان الشركه دي فعلا بتؤهلك من الصفر، بتؤهلك انت ما عندكش خبره، بتوصلك لاعلى الخبره التسويقيه، بتعلمك من الزيرو عن طريق قاده عندهم خبره في اكتر من 10 سنين في مجال الاونلاين عموما. فانت كده كده مطمن ان انت في قاده في ظهرك بتعلمك. الحاجه التانية هنا في كوتش اساسا موجود معاك، كل خطوه بتعملها هو موجود معاك بيعلمك ويدربك، لان من مصلحتك اللي انت تنجح، هو من مصلحته اللي هو ينجح، فانت كمان مصلحتك اللي انت تنجح، لان هو مش هينجح غير لما انت تنجح. تمام، فانت هنا في تيم قاده بتعلمك وتدربك، في كورس تسويق الكتروني كمان بتاخده بيعلمك من الصفر، بيوصلك لقدر خبره تسويقيه. كمان هنا في ايفنتات للشركه، الايفنتات ديت بتدل على قوه الشركه نفسها. ففي ايفنتات الشركه دي من بدايه ما اشتغلت لغايه دلوقتي عملت ايفنتين او عملت مؤتمرين. المؤتمرين دول اقوى مؤتمرين، واحد في اسكندريه واحد في القاهره. فتخيل انت بقى هنا من قوه الشركه، في مؤتمر تالت جاي، المؤتمر ده طبعا هنا في يوم 17/5. فده فرصه عظيمه لاي حد هينضم للكيان دوت، لان انت كده كده اساسا انت موجود في ارض صلبه. تمام، فانت مش محتاج ان انت تثبت وجودك، انت تخش تطبق نفس النجاح دوت. تمام. طيب انا الشركه لما وفرت لي الامكانيات دي كلها بتقول لي مقابل ان انت هتمتلك التوكيل. طب ازاي انا همتلك التوكيل وازاي انضم للكيان دوت؟ اول حاجه هنا ترجع للشخص دعاك اساله ازاي انا انضم للكيان دوت. لان هنا انا عشان انضم للكيان دوت في حاجه اسمها التوكيل او الفرنشايز. انا ما ينفعش هنا اشتغل عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق المتجر الالكتروني، وابقى انا هنا من غير ما يكون لي سجل تجاري بطاقه ضريبيه. فانا هنا همتلك السجل التجاري بطاقه ضريبيه ازاي وانا اساسا ما عنديش السجل التجاري بطاقه ضريبيه؟ يبقى انا لازم امتلك التوكيل بتاع الشركه دي، لان انا كده كده هسوق باسمها. ما ينفعش اسوق باسم حاجه وانا معيش السجل التجاري بتاع الضريبيه بتاعتها، صح كده؟ فانا عشان امتلك التوكيل دوت هنا ارجع للشخص دعاك هيقول لك ازاي تمتلك التوكيل دوت. عندنا انواع من التوكيلات طبعا. هنا التوكيلات ديت في توكيل ثلاثي وفي توكيل سباعي. اقوى توكيل منهم توكيل سباعي، ده اللي يعمل لك ارباح في وقت قليل جدا جدا جدا. الشركه عندنا كلهم داخلين بنفس التوكيل دوت. ليه؟ لان انت هنا جاي تحقق ارباح، انت هنا جاي عايز مشروع يعمل لك دخل مدايم مدى الحياه، عايز مشروع يوصلك اللي انت تعمل 20000 جنيه في الشهر. ازاي هتعمل المشروع دوت لوحدك وبدون خبره، بدون راس مال كبير قوي جدا؟ هتعمل الكلام ده ازاي؟ فانت الشركه بتوفر لك هنا التوكيل دوت. التوكيل ده اقل من 30000 جنيه. تخيل انت بقى هنا لو جيت قلت لك انت هنا هوفر لك المشروع اللي انت كنت تعمله براس مال 200 و300 الف جنيه و400 الف جنيه، بل يصل كمان هو يصل ل 500 الف جنيه، انا اوفره لك في اقل من 50000 جنيه. انت في اللحظه دي معايا ولا مش معايا؟ انت ترد نفسك على نفسك السؤال دوت وتقول لي بعد كده، انت تقول معايا ولا مش معايا. انا بقى بوفر لك المشروع دوت اللي هو يعمل لك دخل 20000 جنيه في الشهر. طيب هل الدخل دوت هنا هتعمله من اول ما تخش بيزنس؟ لا، استحاله. ليه؟ لان انت هنا بقى هقول لك على الوسيله او هقول لك على الطريق اللي انت تمشيه. هنا في سيستم قوي جدا 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 هتعلمه من اول اسبوع لك في البيزنس. انت هتاخد فيه اسبوع بالظبط تتعلم فيه كل اساسيات البيزنس، كل كبيره وصغيره في البيزنس. هتعلم هنا السر اللي وصل الناس اللي هي تعمل 4000 و5000 جنيه في الاسبوع، انت تعلمه في اول اسبوع لك في البيزنس. وبعد كده تبتدي تطبق بقى معاك ومع الكوتش اللي معاك. فانت اي خطوه تبتدي تعملها هيكون موجود كوتش معاك هيدعمك، طبعا هيكون داعم ليك، لان زي ما قلت من مصلحته، يعني من مصلحتك او من مصلحته اللي هو اللي انت تنجح عشان تعمل فلوس. لما انت تنجح هو كمان ينجح وراك. تمام. طيب فانا عرفت ازاي هنضم للكيان دوت. طيب الشركه كمان هنا بتديني مميزات جباره جدا 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 مش موجوده في اي مجال تاني. ليه بقى؟ لان اولا الشركه هنا دي شركه ذات مسؤوليه محدوده. يعني ايه الكلام ده؟ الشركه هنا مش
مش هي باسم شخص، لا ده مش اسم بعلي همام مثلا اللي هو صاحب الشركه، لا ده هي اساسا مجموعه شركات كيان دي مسجله في وزاره الشرع، في الشرع العقاري، مسجله في وزاره الاستثمار باسم مجموعه شركات كيان. هنا اساسا مسجله باسم شركه. يعني انت هنا لما اجي ادفع التوكيل نفسه هروح ادفعه باسم شركه على حساب الشركه نفسه موجود. شركه ليها حسابات في البنك السي اي بي والبنك الاهلي. فتخيل انت بقى لما انت تكون رايح تدفع باسم شركه غير لما تكون رايح تدفع باسم شخص. فانا هنا مش هكون مسؤول ليه، لان انت هنا هتتكلم باسم شركه. فانت هتروح تتكلم مثلا تدفع لاسم شركه، فانت مش هتتكلم مثلا باسم شخص. فدي حاجه قويه جدا جدا مش موجوده في معظم الشركات اللي موجوده على السوشيال ميديا. الحاجه التانيه طبعا والاهم ان الشركه دي شركه مصريه. فانا هنا بشجع المنتج المصري، شركه مصريه بتشجع المنتج المصري، وشركه كمان موجوده على ارض الواقع، شركه مقرها موجود في اسكندريه. فتخيل انت بقى لما انت هنا بتتكلم عن كيان قوي جدا جدا جدا، قام في خلال 4 شهور بقى ليه مقر، بقى ليه برند قصبي، بقى ليه مجموعه شركات شغاله معاه. فانت بتتكلم في راس مال الشركه معدي يتخطى مليون جنيه. فانت هنا بتتكلم عن منتجات. المنتجات ديت منتجات مصريه، انت بتدعم الصناعه المصريه. وكمان هنا انت بتقبض بالجنيه، مش بتقبض مثلا بالدولار، لا انت هنا بتقبض بالجنيه، فانت بتدعم بردك الدولار الجنيه بتاعك. فتخيل انت بقى لما تكون الشركه مصريه وموجوده على ارض الواقع، فدي حاجه مطمناني. تمام. تالت حاجه طبعا هنا الشركه لها سجل تجاري بطريقه ضريبيه. يعني غير كمان اللي انا هنا بدفع باسم الشركه، لا انا كمان هنا الشركه ليها سجل تجاريه بطاقه ضريبيه. العقد اللي انا بعمله بيني وبين الشركه دوت هنا بيجي لي مع المنتجات اللي انا بطلبها من الشركه. فتخيل انت بقى لما بتطلب المنتجات بتاعتك بيجي لك كمان العقد بينك وبين الشركه، وبتكتب فيه اسم الوريث بعد عمر طويل، لان كده انت تضمن حقك. فالعقد ده بيجي لك لغايه البيت على قد طبعا محضر، او مع المنتجات اللي بيجي لك عن طريق شركه الشحن. فالموضوع هنا يعني مطمني جدا جدا جدا. فعلا الكيان ده قوي. غير كده كمان اللي فيه مؤتمرات للشركه، الشركه عملت في اقل من 4 شهور مؤتمرين. فده كيان قوي فعلا. ليه المؤتمرات دي بتدل هنا؟ اللي بتقول لك ان الشركه انا موجوده، انا قدامكم، انا بس ايه، انا مش محتاجه حاجه غير الناس بس تبتدي تعمل اللي عليها. زي ما انا بعمل اللي عليا انت كمان اعمل اللي عليك. يعني ايه؟ انت مش هتخش الشركه دي من البدايه كده، انت في 6 شهور تطبق عليك. لو ال6 شهور دول فعلا موجودين عندك، تاكد مليون في الميه ان انت هتتضم للكيان دوت. طب لو ال6 شهور دول مش موجودين عندك، تاكد ان انت مش هتعرف تنضم للكيان ده. ليه؟ لان انا هنا من مصلحتي اللي انا مش هتعب معاك على الفاضي، لا انا هتعب اعلمك واعمل لك كل حاجه. طب انا هنا هضيع وقتي معاك وانت اصلا مش عايز تتعلم، انت مش عايز تطور من نفسك. فالموضوع هنا طبعا ايه بينحصر في الشخص نفسه اللي هو عايز ينضم. مواصفاته ايه؟ هل هو فعلا محتاج البيزنس ولا مش محتاج البيزنس؟ هل هو فعلا عايز يزود من دخله ومش عايز يزود من دخله؟ فاحنا بنتكلم بقى هنا في مواصفات معينه قبل ما تنضم ليه. تمام. فالشركه بقى بتقول لك من قوه المؤتمرات بتاعت الشركه ديت بتعملها في افخم اماكن موجوده في الدوله. فبتقول لك انا هنا موجوده ما تقلقش، انا موجوده في ظهرك ومدعم ليك، بس انت اشتغل بس واعمل اللي عليك. تمام. رابع حاجه طبعا هنا مصلحه مشتركه. زي ما أنا قلت في البدايه طبعا هنا الشركه بتعلمنا حرفيا من خلال خطه العملات بتاعتها ازاي هنا كمان اطبق مبدا المصلحه المشتركه ده. ليه؟ لان انا مثلا انا مع احمد دخل معايا مثلا مثلا دخل مثلا محمود. تمام. محمود دخل مثلا معاه امير. محمود دوت هنا انا مش مجرد بس ان انا انجح محمود كمان معايا، لا ده انا كمان هنجح امير معايا اللي هو دخل من خلال محمود. ليه؟ لان انا هنا في مصلحه مشتركه، فين وين سيتويشن. فتخيل الشركه بقى هنا مطبقه لك المبدا ده. يعني انت كمان مش هتنجح غير لما تطبق المبدأ ده كمان معاك. فهنا الشركة مش بتقول لك مثلا انت هتقوم، لا انت هتقوم كمان وفريقك كله هيقوم معاك. فدي خطوة مهمة جدا من ناحية المصلحة المشتركة. كمان هنا الشركة هنا منتجات التغذية ديت طبعا هنا ديت بتقدمها لي طبعا من ضمن المنتجات. يعني ده غير كمان الكارت الصحي اللي انا بستفيد منه لمدة سنة كاملة. بستفاد منه في اكتر من مكان موجود في الدولة. بقى اذا كان مثلا مستشفيات، اذا كان مثلا معامل، اذا كان معامل تحاليل، اذا كان مثلا عيادات. كل الكلام ده بستفاد بنسبة تصل ل 70%. ده غير كده كمان اللي فيه قاده بتعلمني وتدربني، انا مش محتاج خبره، فهنا القاده بتعلمني وتدربني. ده فدي حاجه مطمناني. ان انا في البدايه هنا انا كنت محتاج ان اخد كورسات، محتاج هنا ان انا اشتغل في المجال دوت كتير عشان ابتدي اخد فيه خبره. فانا هنا الشركه كمان بتعلمني وتاهلني من الصفر مع قاده كده كده من مصلحتهم اللي هم يعلموني ويدربوني، وكمان من مصلحتهم ان انا انجح في البيزنس دوت. فتخلي الشركه هنا الشركه مقدمه لي مميزات كتير جدا جدا جدا. من اهم المميزات وافضل المميزات فعلا اللي هنا مبدا المساحه المشتركه. وكمان في حاجه اسمها مبدا تكافؤ الفرص اللي انا هنا
اي حد ما شغال في البيزنس او اي حد يبتدي ينضم للبيزنس دوت، حتى لو هو زيرو خبره، ممكن يعمل ارباح اكتر من واحد مثلا بقاله كذا سنه في البيزنس دوت. ليه؟ لان انت هنا الشركه مش بتقيمك على حسب انت عدد السنين اللي انت موجود في البيزنس، لا، الشركه بتقيمك على حسب مجهودك وحسب كفاءتك وحسب الخبره اللي انت وصلت لها قد ايه من خلال تطبيقك للسيستم دوت. فانت هنا في سيستم بتطبقه، والسيستم ده زي ما مشي عليه الوفات الناس، انت تخش نفس القصه، بتطبق نفس السيستم دوت. فانت هنا من مجرد دخولك البيزنس انت ممكن تعمل ارباح اكتر من واحد مثلا بقاله سنه في البيزنس. فتخيل، فهنا في مبدا اسمه ايه، مبدا تكافؤ الفرص. المبدا ده طالما انت هنا، المبدا ده طالما موجود في اي كان، اعرف المبدا دوت ناجح جدا 100%. تمام. ففي حاجات كده 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 كانت مطمئنه في الشركه فعلا. الحاجه الاخيره بقى اللي انا كنت عايز اتكلم عليها طبعا، المفاجاه اللي انا كنت عايز اتكلم عليها طبعا، اللي طبعا الكل مستنيينها طبعا. المفاجاه ديت هنا اول خمسه ينضموا ليا موجودين في البيزنس دوت، انا تاكد مليون في الميه اللي انت هخليك فعلا تحضر المؤتمر بتاع الشركه اللي هو يوم 17/5، تحضره مجانا. فاول خمسه هينضموا ليا في اللايف دوت، اول خمسه هيبتدوا ينضموا ليا في البيزنس دوت من هنا مثلا لغايه اخر شهر 4 بالظبط. هيبقى ليك فرصه قويه جدا جدا جدا، اللي انا اخليك تحضر المؤتمر ده مجانا من غير ما تدفع اي فلوس. ده هديه مني للناس اللي هي تنضم البيزنس لغايه شهر 4، لغايه نهايه شهر 4 بالظبط. فالحق بقى دلوقتي اللي انت تسجل مع الشخص اللي دعاك البيزنس للفيديو دوت. الحق فعلا استفاد بالعرض دوت. الحق كمان هنا ابتدي اعرف ايه كمان العروض الموجوده جوه المتجر الالكتروني، لان في عروض موجوده على الباقات. فارجع للشخص دعاك، قول له ايه العروض الموجوده في الباقات ديت، ازاي استفيد، اللي انا ازاي انضم البيزنس دوت. ازاي طبعا هنا احقق التارجت كمان اللي انا عايزه، لان هنا الشركه كمان مش بتخليني اكسب ماديا بس، لا، بتخليني كمان اكسب معنويا. ليه؟ لان هيجي لي مكالمه مثلا من فندق يقول لي تعالى انت تتعشى مثلا في الفندق ده في يوم من الايام. فده من ضمن الحوافز المعنويه اللي الشركه بتديها. فتمام. فالحاجه التانيه طبعا هنا بيبقى ليا رحله مثلا في رحله داخليه مثلا لمكان معين طيران. فالشركه طبعا بتفاجئني، بتقول لي انت ليك رحله في الحته الفلانيه وليك تذكره، تعالى خدها. فتخيل انت بقى الشركه بتكافئك غير المكافئات اللي هي الماديه، بتكافئك مكافئات معنويه. الحاجه الثالثه طبعا هنا بقى في رحله ليا 3 ايام، 3 ايام فندق داخل مصر. ف ف3 ايام طبعا فندق داخل مصر ده طبعا بتعمل لك لايف ستايل جامد جدا بين زمايلك، بين الوسط اللي انت موجود فيه. لان كده كده لو الواحد بص للي حواليه عمره ما يتقدم. ليه؟ لان انت هنا لازم يبقى ليك بذره وليك رؤيه لقدام. انا طبعا هفضل طول حياتي موجود في الوسط اللي انا موجود فيه دوت، مع ناس مثلا هي اخرها مثلا بتعمل 2000 3000 جنيه في الاسبوع، في الشهر، بتعمل مثلا هنا 7000 جنيه في الشهر. فالناس ديت انا هفضل طول حياتي موجود معاهم. ليه؟ لان انت هنا في مثلا بيقول لك لو انت موجود مع 4 ناجحين تبقى انت الخامس بتاعهم، لو انت موجود مع 4 فاشلين تبقى انت السادس بتاعهم. فانت هنا ليك نظره ايه، ليك تبقى المفروض يبقى ليك نظره مستقبليه. انا هنا هيبقى لي رؤيه بعد كام سنه هوصل ان انا اعمل مليون جنيه. طب ليه رؤيه بعد كام سنه هتغير معنويا، هتغير ثقافيا، هتغير اجتماعيا. الرؤيه دي اي حد بيعملها او اي حد بيوصل لها. ليه؟ لان هنا في سيستم قوي جدا 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 انت تمشي عليه يخليك توصل للرؤيه دي وتوصل للهدف دوت. فمن ضمن بقى هنا اللايف ستايل اللي الشركه بتقدمه لك كمان غير المكاسب الماديه، اللي هي كمان بتقول لك في رحله مثلا ليك 3 ليالي مثلا في فندق معين هتروح تحضره. ليك مثلا هنا ليك رحله مثلا دبي او الامارات او الكويت. ليك رحله مثلا 6 ليالي بره مصر. فانت تخيل بقى ان لما الشركه هنا بتعاملك معامله راجل بيزنس مان فعلا، بتقدرك تقدير معنوي غير التقدير الايه المادي. فانت هنا بتبقى عايش في مكان، المكان ده بيقدرك. انت هنا دلوقتي لو انت شايف في اماكن تانية بتقدرك غير الشركه ديت، قول لي اجي اروح معاك. تمام. طبعا في شركات كتير شغاله على السوشيال ميديا، ولكن احنا دايما بنتميز مع الايه، مع المتميز. احنا دايما بنتجه للافضل. انا عمري ما مثلا قاعد في مكان ثابت، هبقى عمري ما ابقى شجره قاعد، لا، لازم اتحرك للمكان الافضل والاحسن. زي ما في غيري كتير قوي بيتحركوا، فانا لازم اتحرك، ما ابقاش انا واقف ثابت. طيب انا النهارده بقى بقدم لك فرصه حقيقيه جدا جدا جدا. الفرصه ديت اي حد انتهزها، واي حد دخل البيزنس دوت عمل منه ارباح وعمل منه نجاحات كويسه جدا جدا جدا. بقدم لك طبعا الفرصه دي. الفرصه دي حاول تستغلها دلوقتي، لان هي فعلا اونلاين دلوقتي بقى كل حاجه. الاونلاين دلوقتي بقى التورته موجوده فيه. هتيجي بعد 5 سنين هتيجي تلحق التورته دي مش هتلاقيها. ليه؟ لان في فرص كتير قوي جدا موجوده على السوشيال ميديا. مش شرط الكلام دوت، لا، انت ممكن تشتغل اونلاين من اي مكان تاني. بس الحق الفرصه اللي انت عايزها دلوقتي، لان انت هتيجي بعد 4 5 سنين مش هيبقى ليك مكان في وسط الناس دي. هتبقى الناس دي عملت ملايين وانت واقف بتتفرج عليهم بتسقف لهم كده.
فانت الحق نفسك دلوقتي وانتهز اي فرصه شغاله اونلاين والحقها دلوقتي. دي كانت نصيحه مني ليكم، نصيحه اخ مني ليكم طبعا. كلكم فوق راسي من فوق، وانا بتمنى لكم طبعا افضل وبتمنى لكم الخير. وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والشعب المصري طبعا بخير بمناسبه عيد رمضان، وكل سنه طبعا والمسيحيين بخير بمناسبه عيد كمان مجيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.